النهارده ان شاء الله هعمل معاكم مكرونه بالبشاميل. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ندخل كده نشوف المقادير والطريقه. هنعملها طبعا بطريقه سهله وبسيطه، مش هتاخد معاكي وقت خالص. من اسهل الحاجات اللي ممكن تعمليها هي المكرونه بالبشاميل. معايا طاسه سخنه فيها شويه زيت. الزيت طبعا لازم يكون سخن. نزلت باللحمه كده، انزلي باللحمه على نار عاليه عشان تديلها صدمه فتحتفظ بالعصاره بتاعتها، ما تنزلش ميه. هنبدا نقلب في اللحمه كده لحد ما تتعصج وتاخد اللون البني. اللون الاحمر ده خلاص يختفي تماما، تعرفي كده ان اللحمه بقت لونها غير. فهنفضل نقلب فيها كده لحد ما اللون يغير. خلاص كده تمام. نزلت ببصلايه كده متقطعه قطع صغيره، وهنشوح بقى البصل مع اللحمه. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. خلاص كده تمام. شوحنا كده البصل مع اللحمه شويه، بعد كده نزلت بفلفل متقطع اخضر. ده فلفل قرن فلفل واحد بس، يعني مش كتير ولا حاجه. وهبدا اقلبه كده، وبعد كده هنزل بالبهارات. خدت نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، نص معلقه صغيره من البابريكا، وخدت ملح. وهنقلب كده، يعني ما حطيناش اي حاجه خالص غير فلفل اسمر عشان والبابريكا عشان ما تغيريش طعم اللحمه بتاعتك، يكون طعم اللحمه ظاهر. لما بتكتري البهارات بتاعتك بتغطي على طعم اللحمه بتاعتك. خدت كده معلقه من الصلصه. الصلصه دي بس عشان تغير اللون بتاع اللحمه معاكي، تدي لها لون مش اكتر. خلاص كده اللحمه كده اتعصجت معانا. انا بس الميه دي بتاعت المكرونه غليت، مفيش فيها حاجه خالص غير شويه ملح كده. ما حطيتش زيت ولا اي حاجه. وهنزل بكيسين من المكرونه. ما تحطيش في المكرونه زيت عشان لما بتيجي تحط البشاميل مش بيمسك عليها، فما تحطيش في الميه اللي انتوا بتسلقي فيها ما تحطيش فيها زيت خالص. خلاص كده اللحمه خلاص بقت تمام، اتعصجت معانا كويس. هنشيل اللحمه كده وهنسيب المكرونه لحد ما تتسلق كويس. المكرونه بتاعت البشاميل لازم تسلقيها كويس، يعني ما اسلقيها 3/4 سوا كده. معايا 5 معالق من الزيت، نزلت عليهم ب5 معالق من الدقيق. كل معلقه دقيق بتاخد معلقه من الزيت في البشاميل. يعني كده لو بتحطي 4 معالق دقيق حطي عليهم 4 معالق زيت. هنشوح كده الدقيق لحد ما نطلع الرطوبه اللي فيه وياخد لون اصفر خفيف كده معانا. بعد كده هنزل عليه برتل من الحليب، وهبدأ بقى اقلبه كويس علشان ما يعملش تكتلات معايا. خدت كده ملح وخدت فلفل اسمر، مش هنحط حاجه برضو غير الملح والفلفل الاسمر. هقلب كده كويس لحد ما البشاميل يبدأ يتقل ويتماسك معانا. هتروحي فاصله عليه النار. نزلت كده بشويه صغيرين من الجبنه الموتزاريلا، تفرق معاكي طبعا في الطعم وهتدي فيها مطه كده. شايفين اول ما حطينا الجبنه عملت معانا مطه في البشاميل. خلاص كده تمام. احنا مش عايزين البشاميل يكون تقيل قوي، عايزينه كده يكون جوسي ما يكونش تقيل. المكرونه خلاص اتسلقت. خدت عليها كده معلقتين من البشاميل، وهبدا اقلب البشاميل مع المكرونه. لما بتيجي تقطعي المكرونه وبتكوني حاطه معلقتين كده من البشاميل مقلبه المكرونه كلها فيها، بتخليها متماسكه معاكي. معايا صينيه خدت فيها شويه كده من البشاميل، وهفرد البشاميل في الصينيه كده من تحت. وبعد كده هنزل بنص كميه المكرونه. هبدا بقى افرد المكرونه كده كويس. شايفين انا فردتها كده كويس. هنزل باللحمه. شايفين زي ما قلت لكم طريقه سهله بسيطه، مش هتاخد معاكي وقت، ومن اسهل الوصفات اللي انت ممكن تعمليها. يعني طريقتها سهله، ما تستصعبيش اي حاجه. وانت واقفه في المطبخ كده حب كل حاجه وانت بتعمليها تطلع معاكي جميله وسهله وبسيطه. خلاص كده نزلت باللحمه وخدت معلقتين كده من البشاميل اللي برضو هحطهم على وش اللحمه كده، هتخلي المكرونه متماسكه وجميله جدا. لما تيجي تقطعيها هتطلع معاكي المكرونه كده خرط. نزلت بباقي كميه المكرونه وهفردها كويس. خلاص كده تمام. وهنزل بباقي كمية البشاميل. وانت بتعملي البشاميل بتاعك ما تسيبيش البشاميل على النار لحد ما يمسك معاكي قوي. لو مسك قوي كده بتحسي ان هو تقيل على المكرونة، خليه كده خفيف بتطلع مكرونة معاكي جوسي وجميلة. فما تقليش البشاميل قوي. خلاص كده تمام. نزلنا بكمية البشاميل كلها. هاخد كده رش على وش صينية المكرونة، نرش عليها كده جبنة موتزاريلا.
دي طبعا اختياري، لو مش حابه تحطي الجبنه دي ما تحطهاش. خلاص كده رشينا الجبنه، هندخلها الفرن على درجه حراره 180 او 200 على الرف اللي في النص. مجرد كده ما بتستوي بتاخد لون، بتروحي مشغله عليها الشوايه. لو ممكن خدت لون من قبل ما تشغلي الشوايه خلاص، مش لازم انك تشغلي الشوايه. شايفين اللون بتاعها ما شاء الله طالع عامل ازاي؟ كانت جميله جدا، وزي ما قلت لكم سهله وبسيطه. هنقطع كده حته معاكم. شايفين هي طبعا لسه سخنه، فما بتكون سخنه ما تبقاش متماسكه قوي، لكن هي ما شاء الله طالعه متماسكه وجميله. دي كانت وصفه النهارده، يا رب اكون افدتكم. ان شاء الله تجربوها، ربنا يحسن ما بين ايديكم. نشوفكم في وصفه جديده على خير، ومع السلامه.